النهاردة هنتكلم عن الارتجاع الصامت، ودي موضوع مهم جدا. كتير من الأمهات بتخاف منه. ايه هو الارتجاع الصامت؟ الارتجاع الصامت زي الارتجاع بالظبط، ولنفس الأسباب اللي قلناها في الفيديو اللي فات. بس الفرق ان الطفل ما بيرجعش او ما بيتقيأش الحليب، او ما بيبصقش الحليب زي الارتجاع العادي. الطفل بيعمل ايه؟ الطفل بيبلع الحليب، ما بيطلعوش بره. طيب، ايه هي اعراضه؟ اعراضه مش شرط الاعراض اللي انا هقولها ان اي ام تلاقي الاعراض دي تقول انا ابني عنده ارتجاع. الطبيب هو اللي اللي بيشخص الارتجاع. الطفل وهو بيرضع ظهره بيتقوس، وتلاقيه دايما تعبان مش قادر يكمل الرضاعة. او الطفل وزنه ما بيزيدش، او بتلاقي كحة مزمنة عند الطفل ملهاش سبب، عدوى، كحة بدون سبب مستمرة. او الطفل دايما عنده الجاج ريفلكس، او اللي هو عارفة لما تحطي صابعك تحسي باحساس الترجيع او منعكس الترجيع، هتلاقيه على طول يعمل الحركة دي. او طول ما هو قاعد ما بيرضعش قاعد يبلع في حليب، هتلاقيه قاعد يبلع وهو في بقه مفيش حليب. هتلاقي ان صوته ممكن يتغير اثناء العياط، بس طبعا ده نتأكد ان هي مش عدوى، ان هي سببها الارتجاع. ما بيبقاش معاه أعراض تانية. في أم من الأمهات قالت لي إن الطبيب اكتشف إن هو ميكروب مش ارتجاع. لا، هو الميكروب بيبقى معاه أعراض تانية: إسهال، سخونية. الطفل بيبقى تعبان طول الوقت، مش بس وقت الرضاعة أو بعد الرضاعة. طب ايه العلاج بتاعه؟ العلاج بتاعه زي الارتجاع العادي بالظبط. هنقلل كمية الرضعة ونزود عدد المرات. هنخلي الطفل 30 دقيقة في وضع رأسي قبل ما نحطه على سطح مستوي. الطفل بينام على ظهره عادي. لو حصل ارتجاع وهو نايم، بنقوم جايبينه على جنبه. مفيش نوم على البطن. لو كان بيرضع طبيعي وكمية الحليب كتير، هتحاولي تشفطي شوية قبل ما تديله بحيث الكمية ما تبقاش كبيرة عليه فيبلع هوا. لو كان بيرضع صناعي، ممكن بعد استشارة الطبيب نغير الحليب الصناعي لحليب خاص بالارتجاع. أو لو كان عنده حساسية ألبان، لو كان بيرضع طبيعي هنمنع لمدة أسبوعين منتجات الألبان من غذاء الأم. لو كان بيرضع صناعي بنتحول لنوع حليب مضاد لحساسية الألبان. الطفل لازم يتجشأ أو يتكرع كويس بعد الرضاعة مرة واتنين، واصبري عليه، لأن الطفل التجشؤ بتاعه بيبقى صعب جدا. لو الطفل بدأ ياكل، فالجمعية الأمريكية لطب الأطفال بتقولك ممكن تزودي دقيق الشوفان على الحليب الصناعي بتاعه. بس طبعا مش في الزجاجة، لا، بالأكل يعني. ده هيقلل الارتجاع أكتر من الوضع اللي هو في بعض الأطعمة لقوا إن هي بتزود الارتجاع. ده بالنسبة للأطفال اللي هي بتاكل زي التفاح أو أي حاجة بيدخل فيها الطماطم. لقوا إن هي بتزود الحموضة أكتر عند أطفال الارتجاع، فياريت نقلل منها. طيب امتى نزور الطبيب؟ لو عملتي كل اللي احنا قلنا عليه الطفل ما بيتحسنش، الطفل نفسه فيه مشكلة، الطفل بيكح باستمرار، الكحة ما بتقفش، وزنه بيقل، رجع دم او الترجيع بتاعه فيه لون اخضر، في عدوى اسهال او سخونية، ده مش ارتجاع خالص. القيء بتاعه بيكون الطفل همدان طول الوقت، ده برضه مش ارتجاع. وهقول تاني، الطفل بيتحسن مع الوقت بعد سن السنة، لأن الطفل عادة بيكون قاعد أو بدأ يقف في وضع الجاذبية، إن الأكل بيفضل في المعدة. عشان كده احنا بنقولك سيبيه في وضع رأسي لمدة 30 دقيقة بعد الرضاعة. الطبيب مع تغيير نوع الحليب للنوع المناسب لطفلك بيكتب لك على أدوية بتقلل شوية الارتجاع عند الطفل. بس ما بينتهيش تماما، بس مع الوقت بيتحسن، والحمد لله ان هو بعد السنة، أقصاها سنة ونص، الطفل بيبقى كويس. لو لقيت الطفل ما بيتحسنش والوضع أسوأ، لازم تستشير الطبيب علشان يشوف لك العلاج المناسب للطفل.